الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا محمدا سيد الاولين والاخرين. انا عايزكم تسمعوني الصلاة عليه، عشان انا جاي اادي واجبين. واجب علي الاول تجاه والدي العزيز الحاج جلال رحمة الله عليه. ايوه يا عم عاطف، راجل له فضل علينا كلنا، من الناس المخلصين رحمة الله عليه. فجاي اقول كلمة عزاء واوهب ثوابها له، وربنا كريم يتقبل. الحاجة التانية ان جاي اعز اخواتي اولاده الكرام واهل عيلته كلهم، وكلنا عائلته، بس سمعوني الصلاة على الحبيب. رغم ان احنا بدأنا في العشرة الاواخر من رمضان، الا ان هتكلم برضو عن رمضان. هو رمضان دي ايه؟ ركن من اركان الاسلام الخمسة. يعني ايه ركن؟ يعني لا يستقيم الشيء الا به، ده الركن. بني الاسلام على خمس، ومنهم الصيام. وسيدنا النبي كان لما يجي شهر رمضان يبشر اصحابه، يقول لهم لقد اظلكم شهر كريم مبارك. خلي بالك من اللي جاي، شهر كريم مبارك تفتح فيه ابواب الجنة، وتغلق فيه ابواب النار، وتصفد فيه الشياطين. ينادي مناد من قبل الله عز وجل كل ليلة: يا باغي الخير أبشر يا محمد، ويا باغي الشر أقصر، وذلك حتى ينتهي رمضان. التسبيحة الواحدة في شهر رمضان بثواب 1000 تسبيحة في غير رمضان. الركعة الواحدة في شهر رمضان يا عم أحمد بثواب 1000 ركعة فيما سوى رمضان. الفرض في رمضان بيساوي 70 فرض فيما سوى رمضان. الخصلة من خصال الخير في شهر رمضان بثواب فريضة فيما سوى رمضان. وسيدنا النبي يكمل ويقول ايه؟ فيه ليلة على شهر رمضان هي خير من 1000 شهر. الليلة ده ايه؟ احسن من 1000 شهر. من حرمها فقد حرم. خلي بالك في كلمة حرمها، ده فعل مبني للمجهول، عشان مش انت اللي هتحرم نفسك من ليلة القدر. ده ربنا لما ما يقبلش منك رمضان هيحرمك من ليلة القدر في رمضان، اللي هي تساوي عند الله 1000 شهر، يعني عبادة 84 سنة. مش كده وبس، ده سيدنا النبي يقول
صلوا عليه. نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، ودعاؤه مجاب، وذنبه مغفور، وعمله مضاعف. مش كده وبس، ده سيدنا النبي يقول ربنا ادى امتي 5 حاجات في رمضان لم يعطهن نبي قبلي. الاولى، اذا كانت اول ليلة في رمضان كانت ليلة السبت، يعني يوم الجمعة بالليل، قاعدين عشان نشوف الرؤية بكرة رمضان ولا لا. اذا كانت اول ليلة في رمضان نظر الله الى عباده الصائمين، ومن نظر الله اليه لم يعذبه ابدا. الثانية، خلوف فم الصائم اطيب عند الله من رائحة المسك. الثالثة، يأمر الله الجنة بأن تتزين للصائمين. الرابعة، الملائكة تستغفر للصائمين. الخامسة، إذا كانت آخر ليلة في رمضان غفر الله لجميع عباده الصائمين. مش كده وبس، ده سيدنا النبي صلوا عليه يقول من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والكلام كتير قوي، ولكن هل كل صائم نقول عنه انه صام؟ لا، ده سيدنا النبي يقول خاب وخسر، خاب وخسر، خاب وخسر من ادرك رمضان ولم يغفر له. ازاي يا رسول الله؟ ده انا صمت وقمت وقريت القرآن. لا، ما هو سيدنا النبي برضو اللي قال رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه الا التعب والسهر، ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. ما تصلوا على الرسول. عشان كده سيدنا النبي يقول 5 يفطرن الصائم: الكذب، واليمين الكاذبة، والغيبة، والنميمة، والنظر بشهوة. ابقى صايم ازاي وانا عمال اغتاب الناس؟ ابقى صايم ازاي وانا عمال انم واوقع بين الناس؟ ابقى صايم ازاي وانا عمال ابص لنسوان وبنات الناس ومحارم الناس؟ ابقى صايم ازاي وانا كذاب؟ ابقى صايم ازاي وانا بشهد زور؟ وسيدنا النبي يقول من لم يدع شهادة الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يضع طعامه وشرابه. ويقول الا اخبركم باكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله، وعقوق الوالدين، الا وقول الزور، الا وقول الزور. وما زال يكررها حتى قال اصحابه ليته سكت. ما تصلوا على رسول الله. اذا يا اخوانا، العبادات في الاسلام مش شكلية. مش الصيام ما كلش وما اشربش، لا، الصيام ان تصوم بجوارحك كلها عن معاصي الله، وتمتنع عن الطعام والشراب، وهذا جزء من الصيام. الصيام ان تتشبه بالملائكة الذين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. هو ده الصيام. عشان كده ربنا ما قالش يا ايها الذين اسلموا، كلنا مسلمون بالشهادتين،
ولكن قال في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا، والإيمان قول وعمل. سيدنا النبي يقول ليس الإيمان بالتمني. محمود محسن قال أنا مؤمن، ما تصدقوهوش. امال يا رسول الله؟ قال ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ويكمل سيدنا النبي ويقول وإن أناسا خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، مسلمين ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، فلو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، ايمان زائد صيام لعلكم تتقون يساوي النتيجة تقوى، والتقوى هي خوف من الجليل وعمل بالتنزيل ورضا بالقليل واستعداد ليوم الرحيل. فإذا كنت خائفا من الجليل وعاملا بالتنزيل وراضيا بالقليل ومستعدا ليوم الرحيل فأنت صائم لله الجليل. ما تصلوا على الرسول. العبادات مش شكلية. في نهار رمضان كذب وغيبة ونميمة ومعاصي. عشان كده اعدائنا يقولوا محمد بيقول تصفد فيه الشياطين، يعني تتسلسل، والشياطين مش متسلسلة اهي. يبقى الحديث كذب ومحمد بيكذب. ازاي قال تصفد والشياطين ما تصفدتش؟ نقول لهم هذا الكلام ده الازهري اللي يفهمه او اللي عارف لغة عربية، هذا الاسلوب اسلوب انشائي، يعني امر جاء في صورة الخبر لحتمية الحدوث، يعني لازم هيتعمل. كما قال في آية أخرى ومن دخله كان آمنا أي أمنوه. فالنبي هنا يقول صفدوا الشياطين في نهار وليل رمضان بترك المعاصي وفعل الطاعات. فإذا لم تصفد أنت الشياطين فأنت أكثر من الشيطان، لا تحتاج إلى شيطان. وهذا ما قاله الإمام الشعراوي رضي الله عنه. العبادات في الإسلام ليست شكلية. ادي الصيام. تعالى على سبيل المثال الصلاة. سيدنا لقمان لما قال لابنه يا بني ما قالوش صلي، كلنا نصلي. ربنا ما قالناش صلوا، ما فيش آية في القرآن صلوا، وإنما أقيم الصلاة، يعني حسنها وعدلها وظبطها وخليك خاشع فيها. كما سئل حاتم الأصم كيف تصلي؟ قال أتوضأ وأسبغ الوضوء ثم أقف في موضع مصلاي قليلا 10 ثواني 15 ثانية حتى أحس برعدة، أحس بالخشوع، حتى تجتمع جوارحي، ثم أنوي للصلاة. أجعل الكعبة بين حاجبي والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن يساري وملك الموت ورائي. أظنها آخر صلاتي. أقرأ بترتيل، أركع وأسجد في خشوع، أجلس على الورك الأيسر، أنصب إبهام القدم اليمنى، أتبعها الإخلاص، ثم لا أدري أقبلت مني أم لا. أدي الصلاة، والكلام كتير عن الصلاة. أقسم بالله أنني أفقر خلق الله إلى دعائكم.
ارجوكم تدعوا لي كلكم. ادي الصلاة. تعال على الحج. واحد في الحج بيقول لي انا طفت شوية كده. طفت شوية وربنا قال طوفوا شوية. وواحد بيقول لي انا لفيت شوية وربنا قال لفوا. للعبادات في الاسلام ظاهر وباطن. العبادات في الاسلام لها ظاهر، انت شايفني بصلي، ده الظاهر. اما الباطن هو عمل القلب. ابننا بيقرأ، بعضنا بيشرب، بعضنا بيشرب سيجارة، بعضنا بيسلم ويعانق، بعضنا بيقضي مصلحة، بعضنا مش سامع والبعض بيسمع. مش كده، مش كده ابدا. سيدنا ابو حامد الغزالي بيقول ايه، صاحب كتاب الاحياء، اللي بيقول العلماء عنه من لم يقرأ الاحياء فليس من الاحياء. بيقول للقرآن ظاهر وللقرآن باطن. ظاهر القرآن المصحف اللي في ايدك، الورق والغلاف والحروف والحبر، ده الظاهر. اما باطن القرآن سر الله فيه، اللي قال عنه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ده سر ربنا في القرآن. يقول لك وجسدك له ظاهر، ايديك ورجليك وعينيك، ده الظاهر. وله باطن وهو القلب. اسمع الراجل بيقول ايه يا حبيب قلبي عشان تخاف. يقول لك لما لم يأذن الله لظاهر الجسد ان يمس ظاهر المصحف الا اذا كان ظاهر الجسد طاهرا نقيا نظيفا، كذلك ايضا لم يوصل الله باطن القرآن وهو سره فيه الى باطن الجسد وهو القلب الا اذا كان القلب طاهرا نقيا نظيفا. ولذلك اصحاب القلوب السليمة يقول لك ده انجذب، الله عاش مع القرآن، مبسوط، هيمان مع كلام ربنا، ربنا عمال يطلع له اسرار. التاني قلبه اعمى، بيسمع ما هوش عارف بيقول ايه. ادي القرآن. تعال في الحج. الحج كله اعمال باطنة مش اعمال ظاهرة. اقصد على سبيل المثال حضرتك بتطوف حوالين الكعبة، الطواف ده عمل ظاهري، والملائكة تطوف حول بيت الله المعمور في السماء السابعة، وبيت الله المعمور يوازي الكعبة المشرفة في السماء فوق. فأنت حينما تطوف تتشبه بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن ليس الطواف طواف الجسد، وإنما هو طواف القلب بذكر رب العالمين حول بيت الله العتيق. اللي قلبه هناك سليم ما بيعرفش النهاردة السبت ولا الحد ولا الاثنين ولا ايه. وانت تشير الى الحجر او تقبله تستلمه. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الاسود يمين الله في ارضه يصافح بها ما شاء من خلقه كما يصافح الرجل اخاه. فانت بهذه الاشارة او بهذه القبلة تعاهد الله على ترك المعاصي ابدا ما حييت. وكل عمل في العمرة والحج ظاهري له عمل باطني. لا، هو بيجري ياكل ايه ويشرب ايه ويسكن فين وقريب ولا بعيد وهيروح امتى وبكام والكلام ده كله. يا اخوانا جدير بمن الموت مصرعه والتراب مضجعه والدود انيسه ومنكر ونكير جليسه الا يكون له هم الا التفكر فيما بعد الموت.
تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم أن يردنا إليه ردا جميلا، كما نسأله للمتوفى أن يغفر له وأن يرحمه. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم زد في حسناته، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد. اللهم إني قد وهبت ثواب ما قلت إلى روحه فتقبله مني يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وشكر الله سعيكم جميعا.